على الجنة 100 كيلو. نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. تخيلوا حضراتكم كده واحنا ماشيين في طريق الطاعة سنين طويلة، وفجأة يتقال لحضراتكم خدوا بالكم فاضل على الجنة 100 كيلو. تعملوا ايه؟ لو عرفت انه فاضل ما بينكم ما بين الجنة 100 كيلو هتعملوا ايه؟ اكيد هنطلع اجمل وافضل ما عندنا علشان نلحق ندخل الجنة في اسرع وقت بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الانسان لو اتقال له بكرة هتموت وستلقى الله سبحانه وتعالى، هيعمل ايه؟ هيفضي نفسه من كل امور الدنيا ويرمي الدنيا كلها وراه ويقضي اليوم كله ما بين صيام وقيام وقراءة قرآن وذكر لله سبحانه وتعالى ومصالحة الخصومات وبر والدين وصلة ارحام وإكرام اليتامى ودفع أموال في كل مكان علشان يلحق يحجز لنفسه مكان في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب ما النبي قال لنا كده، قال كما عند البخاري الجنة أقرب إلى أحدكم، مش 100 كيلو ولا كيلو ولا حتى ربع كيلو، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة قريبة جدا بس غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. عشان كده سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم كان النبي دايما صلى الله عليه وسلم يربط قلوب الصحابة دايما بالجنة. أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة، من يحفر بئر روما وله الجنة، أو من يشتري بئر روما وله الجنة، من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، من يفعل كذا وله الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفز الصحابة على أمر من أمور الدنيا. ما كانش بيقول من يفعل كذا وله ولاية مدينة كذا أو وله مثلا 1000 دينار، إنما كان كل جوائز النبي هي الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن الجنة كما قال عنها جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فحياتنا كلها لا تساوي بضع ساعات، ولذلك جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن احنا نسارع إلى طريق الجنة وإلى طريق مرضاة الله سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأمر الدنيا قال فامشوا في مناكبها، إنما في أمر الآخرة قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكان الصحابة وكان السلف الصالح كانوا يتنافسون في كل طاعة، ولذلك كان كل واحد فيهم يتمنى أن يكون الأول في كل شيء. في يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين الصحابة والحديث رواه مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا، يعني من زار منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم من تصدق اليوم على مسكين؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الله أكبر. دايما في سباق. ولذلك في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي مع أبي بكر وعمر في الثلث الأخير من الليل، صلوا قيام الليل وبعدين ماشيين مع بعض كده، وبعدين فجأة عدوا من أمام بيت عبد الله ابن مسعود اللي هو كان النبي بيسميه ابن أم عبد. فالمهم وقف النبي أمام بيت ابن مسعود، وابن مسعود ما يعرفش ان النبي واقف بره صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ ويصلي قيام الليل ويقرأ القرآن وصوته جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أو من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. الله أكبر. فالمهم
فابن مسعود خلص الصلاة وجلس عشان يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن مسعود مش سمعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، أي حاجة هتطلبها الآن فدعاؤك مستجاب. فماذا قال ابن مسعود؟ قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي: آمين. الله أكبر. يبقى ابن مسعود فاز بالأربعة دول خلاص، تمام كده. المهم، فعمر بن الخطاب قال إيه؟ قال: اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، يعني النهارده هسبقه وبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائه صلى الله عليه وسلم. بيقول: فلما انصرف الناس من صلاة الفجر قال: ذهبت إلى بيت ابن مسعود فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائي، فقلت: لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. الله أكبر. فعمر عرف خلاص ان المنزله الاولى بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي لابي بكر. ولذلك كان السلف كانوا يتسابقون ويتنافسون في الطاعه، يتنافسون في حفظ القران، في قيام الليل، في كل طاعه، في طلب العلم، في تبليغ الدعوه، في اي شيء، لدرجة أن بعضهم كان عندما يأتيه مرض الموت كان يختم القرآن آلاف المرات، حتى أن أحد السلف لما جاء عند سكرات الموت فوجد أبناءه يبكون، قال: على ما تبكون؟ فوالله لقد ختمت في تلك الزاوية ختمت كتاب الله 4000 مرة بفضل الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. شوف قد ايه. ولذلك كان سيدنا أبو الدرداء في آخر أيامه كان يسرد الصوم، فلما سألوا قال لهم: إن الخيل إذا دخلت السباق فإذا كانت في نهاية السباق فإنها تخرج أقصى ما عندها لتفوز، وأنا في نهاية العمر فأريد أن أسابق كي أنال رحمة الله وأفوز برضوانه وجنته سبحانه وتعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كانوا دائما في منافسة بفضل الله. ولذلك في آخر الزمان يا حبايبي حينما ينزل سيدنا عيسى بن مريم كحاكم من حكام الأمة المسلمة، كما ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا، يعني عادلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويفيض المال. خد بالك بقى، ويفيض المال حتى لا يجد ما من يأخذه، يعني الناس تروح عشان تتصدق ما تلاقيش حد يرضى ياخد منها المال، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. واضح كده؟ السجدة الواحدة في الوقت ده خيرا من كنوز الدنيا وما فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده لازم نكون في سباق دايما، كأننا في سباق 100 متر، ما عندناش وقت نبص لا يمين ولا شمال. اوعى حد يشغلك عن طريق ربنا، واوعى حد يشغلك عن طريق ربنا. اي حاجة تشغلكم، خصام، منازعات، دنيا، اي حاجة، ابعدوا كل ده وخليكم في طريق ربنا عشان توصلوا في اسرع وقت بفضل الله سبحانه وتعالى، لتفوزوا بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.